ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل لكم روتين غدا سهل وسريع ان شاء الله هيعجبكم. معانا هنا اللحمة. تمام. طبعا احنا هنشيل البرقية ديت، الرغوة دي هنشيلها بس لما تغلي، هي لسه ما غليتش. تمام. وحطينا التوابل بردك بتاعتها. وهنا البصلة قطعناها، نحط معلقة سمنة نحمرها ونحط الصلصة عليها مصفية. هنحمر البصلة ونحط الصلصة وهوريكم ان شاء الله. حبيبي البصلة بعد ما تشمعها خفيف مقطعها صغير، البصلة تفضلوا تخبطوا بقى بالسكينة كتير وتقطعوه رقيق رفيع، تديكوا زي كده رفيعة. معلش اسفة على الصوت بس عشان تعبانة شوية. دلوقتي هي اتحمرت تحميرة غالبا، هنحط حبة شوربة من الشوربة بتاعتنا عليها ونسيبها تستوي معاها الشوربة البصل قبل ما نحط الصلصة. دلوقتي اهي ادي الشوربة اهي، بسم الله ما شاء الله. بصوا هنشيل بقى، نحط زي ما قلت لكم نشيل الريمة، وهنحط ايه هنا حبة ايه شوربة عليها عشان ايه تبرد. هنحط الشوربة كده، احنا حطينا الشوربة اهو عليها. هنسيبها بقى تستوي شوية، تشرب كل شوية، بعد كده نحط صلصة مصفية. وادي احنا معانا اللحمة اهو، شلنا منها من الريم، شايفين جميلة ازاي. وحطينا التوابل زعتر وروزماري وورق لوري. متحطوش في الفلفل عشان بيغمق الشوربة. هنسيبها بقى تستوي، وحطينا حبة سكر عشان ما تطولش على هي بلدي بس ما عشان ما تطولش، عشان الغاز برضه، عشان الاسعار غالية. هنعملها نحطها وارجع لكم. بعد كده هنسيب بقى الشوربة تستوي في البصلة، وهنحط القوطة زي ما قلت لكم، هنحطها ونرجع لكم. هحطها ان شاء الله بس تشرب وهوريها لكم. بتفكك ازاي. هنحط بقى الصلصة على كده ونحط الصلصة، نحط المصفى، احنا مصفين العين المصفى بتاعتنا ضيقة خالص، بحيث ان هي ايه ما تنزلش معانا الشكر بتاعت اللحمة يعني. عشان تقيلة يعني تصفيها وهنرجع لكم تاني. دلوقتي اهو احنا حطينا الصلصة ونسيبها تتسبك وموطين العين عليها. نسيبها تتسبك ونحط الكوسة. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل كوسة، هنقطعها ونغسلها ونقطعها بس. بعد ما اتسبكت احنا طشينا وعملنا شوربة خضار اهي. شوربة الخضار ايه اللي بيحصل، انا طبعا كنتش طشيت، فعملت ايه، حطيت سمنة وحطيت تومة وطشيت، وخدت باقي الطشة يعني مع حاجة صغننة كده، ربع معلقة ولا حاجة من الطشة مع ايه مع شوربة الخضار. حطيت البطاطس والكوسة، البطاطس والجزر الاول عشان يستوي، بعد كده هنحط الكوسة. أنا ما عندوش بسلة ولا فاصوليا خضرا، فدول بس اللي هحط المكونات. هي سهلة جدا، دي اللحمة هي بتستوي اهي، شايفين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شوية شوربة والله العظيم وريحتهم يعني يستاهلوا بقكم بجد يعني، ريحتهم روعة. شايفين يعني حبة شوربة من الاخر. دلوقتي احنا طشينا اهو، هنحط الكوسة ونزود شوربتنا. تمام. وايه ومش هنحرقها الوقت، تستوي الاول الكوسة تخش الوقت في السوا، وهنحط الشوربة بتاعتنا. فاحنا كده حطينا الكوسة، هنقلب بقى التقليبه بتاعتنا. تمام. حطينا حبه ايه سكر زي ما انتوا عارفين طبعا عشان الحموضه. ماشي. هنسيبها تستوي وهوريها لكم ان شاء الله لما تستوي مع باقي الاكل بامر الله. شوربه الخضار استوت، الكوسه والبطاطس والجزر هنسقط عليهم الكوسه واسيبهم يستووا، مش هنحيقهم دلوقتي، لما يستووا خالص نبقى نحيقهم. تمام. ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله نعمل لكم الكاتشب على اصل بامر الله وهيعجبكم، وان شاء الله تجربوا. احنا دلوقتي معانا هنا نص كيلو طماطم عصرناه وصفناه بمصفى ضيقه خالص. تمام. هنحطه على النار يتسبك، وبعدين هقول لكم هنعمل فيه ايه ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. الاكل ما خلص، بسم الله ما شاء الله. اللحمه عملنا حبه سمنه وكزبره فلفل اسود، وادي الكوسه بسم الله ما شاء الله، وادي شوربه الخضار. تمام. وادي الرز وادي القلقاس. بقى تمام الله ان شاء الله لايك اشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ربنا يحسن ما بين ايديكم. وده الكاتشب اللي احنا كنا عاملين مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.